السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام، كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم الفيديو ديال اليوم في اتم الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في قناتي ام نور الصفراوية، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال نهار اليوم هو عبارة عن طلبية اللي فيها جوج بلاطويات متنوعين مشكلين كما كتشوفوا معايا، يعني من حلويات اللوز، حلوة ديال التمر، صابلي، فقاص. المهم كلشي ان شاء الله غنشاركو معكم بكل التفاصيل، كذلك غنشارك معكم الطريقه ديال الخدمه، الفينيسيون، كذلك الثمن ديال البيع، كلشي ان شاء الله غتلقاوه في هذا الفيديو هذا. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتشجعوني بلي لايك والدعوات ديالكم الزوينه، وكذلك ما تخليوش الفيديو غير عندكم، بارطاجيوه مع الناس العائله باش كلشي يستافد ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. كذلك الناس اللي اول مره كيشاهد القناه بالصدفه، الى عجبكم اكيد المحتوى فكنقول لكم اخواني اخواتي مرحبا بكم والف مرحبا. انضموا للقناه ديالي باش تكبر ان شاء الله، وضغطوا على زر الجرس باش دائما يبدا يوصلكم كل جديد مني. فندوزو ان شاء الله اول حاجه اللي غادي نبداو بها، فعلى بركه الله نبداو دائما الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، ونقولوا بسم الله على بركه الله. فاول حاجه البنات بديت بها في هاد لاكوموند هادي هو الصابلي. بالنسبه للصابلي البنات فايت لي شاركته معكم بزاف ديال المرات، غنخلي لكم ان شاء الله الرابط في اسفل الفيديو. فقط اليوم غنشارك معكم هاد الشكل هذا، يعني على شكل قلب كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لي انا صراحه بديت الخدمه يعني، وباش غادي انا نوري لكم يعني غنشارك معكم الطريقه كيفاش يعني زينت هكا هاد القليب الصغيور يعني في وسط هاد القلب هذا. فاضطريت انني غنخرج داك القلب لانني عندي في الوسط، وانا بغيتو نديرو في الجنب، خرجته واحد شويه باش يعني غنزين بهاد يعني بهاد الطريقه هذه. كاينين يعني طويبعات بزاف، كاين يعني اللي فيهم هكا في الجنب، ولكن انا ما متوفرش عندي. فقط بغيت نشاركو معكم حتى نتوما، يعني الا ما كانش هكا عند شي حد هكا متوفر عنده، فيعني ضروري ما ديروا هكا بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه خلاص للكميه، فانا احتاجيت يعني واحد 125 غرام ديال الزبده. فانا درت هنايا غير يعني القدر ديال كل بلاطو غيمشي ب 10 ديال الحبات، يعني درت 20 حبه اللي غادي نحتاج. فانا يعني كنزيد على ديك 20 دائما كنشاركها معكم. فكما كتلاحظوا معايا غنكمل ان شاء الله هاد الصابلي، وغنشارك معكم حلوه ديال التمر، حلويات اللوز كيف ما وعدتكم. فانا هنايا كنزين بهذا الكراميل هذا حتى هو فايت لي شاركته معكم. بالنسبه لي انا يعني ديروا هكا الطريقه ديالو سهله وكتجي صراحه زوينه بزاف. يعني ديروا 50 غرام ديال الشوكولاط الابيض مع 50 غرام ديال الناباج، كديروهم على عافيه مهيله، وكديروا لاغوم ديال الكراميل، لاغوم ديال الحامض، اي غوم نتوما بغيتو او اي غوم يعني خدمتو به الصابلي ديالكم، فكتزينوا كذلك به يعني في بالشكل ديالو او الطريقه ديالو اللي بغيتو نتوما. فهنا كما كتلاحظوا معايا غادي نكمل يعني حتى غنلصق كامل، وعاد غادي نكمل يعني التزيين ديالو كما كتلاحظوا معايا. فبالنسبه للتزيين فانا خديت هاد يعني على شكل هاد الريشه هادي، خديت باد داموند اللي فايت لي حتى هي شاركتها معكم. ف يعني كنحطها يعني على هاد الريشه هادي، غنزينها يعني بهاد الطريقه هادي. يعني كنبرك عليها غير واحد البركه باش كتعطيني دوك كاع ديك الريشه كامله وداك الشكل ديالها الرائع. فالمهم غادي نستعن انا غير بهاد الكميه، غنشارك معكم بعض الحبات فقط. فهنا كما كتشوفوا معايا غادي ندير واحد شويه ديال تعليكه، وغادي نلصق كما كتلاحظوا معايا هاد الريشه هادي بهاد الطريقه هادي. يعني طريقه اللي سهله، وواحد الصابلي كيجيب واحد الفينيسيون اللي رائع بزاف، يعني طريقه يعني كيف قلت لكم سهله بزاف. فهنا كما كتلاحظوا معايا مهم غادي نكمل حتى نسالي، غير غادي نشارك معكم هاد الحبات هادو. هنا في الاخير يعني غندير هاد العقيق هذا الصفر، يعني في هاد الفراغ هذا اللي كيبقى لينا ديال هاد القليبات هادو كيجيونا يعني شكيلات اللي راقيين وهماويين، يعني حتى في هاد الصيف هذا يعني الصهد والحراره، يعني ما يصلحش لينا الشكلاط. فهنا غادي ندوزو البنات باش غادي نصاوب معكم او غنحضر معكم
هاد الحلوى ديال التمر. بالنسبه للحلوى ديال التمر حتى هي فايت لي يعني شاركتها معكم. حتى هي مهم غنشارك معكم مره اخرى ان شاء الله، شي مره ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه بالتفصيل الممل. فهنا خديت التمر، وكذلك زدت عليه يعني الزنجلان اللي حمرته، زدت عليه كذلك واحد المعلقه ديال القرفه، معلقه ديال الزبده اللي تكون هكا سبيسيال، وكذلك واحد شويه ديال المزهر او الروح ديال الزهر. صافي وكنخلطو يعني كل شيء. طريقه الصراحه اللي سهله وزوينه بزاف. المهم انا غنشارك معكم هاد الاشكال كما خدمتهم. فيعني غنخدم معكم غير بعض الحبات، يعني من بعد كنمشي يعني الفوق الطبله، يعني كنخدم على راحتي باش يعني كنطلع واحد الخدمه يعني بواحد الفينيسيون، باش ما كنتعبش راسي، ما كنعيش راسي، لان خصك تكون يعني الحلوه تكون يعني مرتاح فيها باش كتعطي يعني كل ما عندك، يعني كتبقى كتجيك يعني مرتاحه، وفي نفس الوقت كتعطيها حقها في اي حاجه كيف ما بغيت نقول لكم. وبالنسبه لبنات العجينه اللي درت في هذا الحلوى ديال التمر، فهي من حلويات اللوز، يعني ديروها في حلويات كعب غزال، يعني اشكال كلها ديال كعب غزال. المهم انا كنعتمد انا حلويات اللوز بحال هاد الحلويات هادو كما كتشوفوا معايا، يعني كيعجبوني. يعني كتجي واحد العجينه اللي هي مقرمشه، وكتجي الخدمه ديالها زوينه بزاف. فهنا كما كتشوفوا معايا، شوفوا معايا البنات الشكل ديال هاد الحلوه هادي ساهله، يعني بلا طابع بلا حتى شي حاجه، يعني وبلا حتى شي مجهود، يعني فقط يعني كنفلحوا هكا هاد الجوانب وكنردو، يعني كنسدوهم للجانب الاخر. يعني طريقه يعني سهله، اي مبتدئه يعني غادي دير هاد الشكل هذا. يعني هاد الشكل صراحه راه قديم ماشي جديد، وانما يعني بغيت نشاركه معكم هذا مكان. صافي هنا البنات غادي نكمل كما كتلاحظوا معايا. فقط كيف قلت لكم نشارك معكم هاد الكميه اللي ديال اليوم كيف ما قلت لكم، يعني كنحاول نجيب كل يعني كل واحد يعني على قد الاخر، باش ما تجيش وحده يعني كبيره وحده صغيره. صافي هنا من بعد غادي نجيب هنا باش نكمل يعني التزيين ديال هاد الحلوه هادي. غنجيب هنا عندي بياض البيض، وكذلك هنا غنزين بالقرقاع. بغيتو تزينوا هكا بواحد اللوزه او وريضه، كيبقى لكم دائما الاختيار. فكما كتشوفوا معايا باش غنثبت هاد النص ديال القرقاعه، ضروري ما نديرو بياض البيض باش ما غاديش تحل لينا او تحيد لينا هكا في الفران، فكطير وكتبقى الحلوه يعني ما كتجيش في التزيين ديالها زوينه. فضروري تلصقوها هكا بالبياض ديال البيض باش كتثبت وما كتحيدش نهائيا. شوفوا معايا الشكل ديالها كيجي صراحه شكل اللي زوين وسهل في الخدمه ديالو. فهنا غادي نخليه على جنب باش غادي ترتاح لينا، وعاد غادي نطيبوها من بعد. دابا غادي ندوزو باش غادي نحضروا ان شاء الله الحلوه اللي هي كعب غزال، اللي فايت لي حتى هي شاركتها معكم حتى هي بزاف ديال المرات. فهنايا غنشارك معكم غير بعض الحبات، يعني الاخوات المبتدئات او الاخوات الجدد اللي كينضموا اول مره للقناه ديالي، فغادي يشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالي. اللي بغات هكا دوز يعني تشوف الطريقه ديالي الخدمه بالتفصيل الممل، فمرحبا والف مرحبا. هادشي كامل ان شاء الله غنخلي لكم الروابط في اسفل الفيديو. كما كتشوفوا معايا الكعبه ديالنا كيف كنقول لكم دائما ضروري ما كنخليو هكا الفوق واحد شويه باش باش كنقشوها كنلقاو فين كنقشو، وكنحيدو ضروري داك الهواء اللي كيبقى لينا. وصافي وكنحاولوا نطلعوها مزيان هكا، ودوك الجوانب كنحاولوا نحيدو داك العجينه اللي كتبقى لينا ما كتبقاش نهائيا. يعني كتجي واحد الكعبه اللي يعني كعبه زوينه. واي مبتدئه صراحه غير تشجعوا هكا، خذوا غير نص كيلو ديال اللوز وحضروا هكا. وكيف ما قلت لكم ضروري ما تكونوا تبغيو هكا الحاجه راه غادي تفننوا فيها، وغادي تعطيو كل ما عندكم ان شاء الله. فهنا غادي نكمل ان شاء الله يعني هاد الكميه يعني اللي عندي انايا.
غادي ندوز للطريقه الاخرى اللي هي هاد السليلات هادو. غنشارك معكم واحد جوج حبات حتى هما. فهنا كما كتشوفوا خديت العجينه اللي حتى هي اللي تكون عجينه البنات رقيقه، ما تكونش غليظه، وغادي نحاول ناخذ الكره اللي فيها يعني الحجم ديالها 18 غرام. حتى الكعبه البنات كان فيها 18 غرام. بغيتو ديروا حتى 16 غرام 20 غرام، كيبقى لكم دائما الاختيار. فهنا كما كتشوفوا معايا البنات هنا كنحاول البنات نحيد هكا هاد العجينه اللي زايده يعني بهاد الطريقه هذه باش ما كتبقاش لينا يعني مكوره من الاسفل ديال الحلوه ديالنا، وكديرنا ديرنا يعني واحد الشكل اللي هو ما زوينش من التحت. هنا شوفوا معايا الطريقه، يعني طريقه سهله بزاف. فكنحاول نبسطها هكا هكا في الوسط، وكندهن البياض ديال البيض دائما باش كتثبت هاد نصف القرقعه من الجوانب كما كتشوفوا معايا. وكنحاول نقشها بهذا المنقاش، يعني منقاش اللي عادي ما معوج ما حتى شي حاجه. من الفوق يعني كندير واحد جوج نقيشات هكا يعني في اليد ديال السله او السليله بهذا الشكل هذا. نتمنى ان الشرح يكون يعني واضح ومفهوم. هنا كما شفتوا معايا يعني الطريقه كيف قلت لكم راها سهله، وكيجي واحد الشكل اللي راقي حتى هو وزوين. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. فهنايا بالنسبه ليا انا غادي نزينه بهاد الوريده هذه او هاد الشكل هذا، يعني عجينه بيضاء. خديت هنايا بياض ديال البيض دائما باش كنثبتوا هاد الورده ديالنا باش ما كطيرش لينا في الفران. وكناخذ هنايا فايتلي يعني درت وريضات حضرتهم من قبل، درت فيهم الكاكاو المر ودرتهم هكا من الجوانب، وكنحاول نثبتهم بهذه الطريقه هذه. يعني الشكل كيف قلت لكم ساهل بزاف وكيجي راقي بزاف. هنا غادي ندوزو البنات للشكل الاخر اللي هي المحنشه. حتى هي المحنشه البنات فايت لي شاركتها معكم في القناه، مهم غنشاركها معكم مره اخرى. كما كتشوفوا معايا، شوفوا معايا العقده البنات، يعني فاش كتكون مخدومه على حقها وطريقها فراه يعني كتقلبوها كيف ما قلبتوها، ما كتهرس لكم ما حتى شي حاجه. تخدموا بها اي حلوى من حلويات اللوز يعني، وكتبقى الحلوى ديالكم معلكه وكتبقى لمده طويله رطبه ما كتقصح ما حتى شي حاجه. فاللي بغات يعني تدوز هكا تشوف الطريقه ديال الخدمه كيفاش يعني كنخدم هكا يعني العقده ديالي وكذلك العجينه. يعني كلشي كيف قلت لكم هذا الفيديو هذا فقط خدمت معكم الطريقه ديال الخدمه ديالي هذا مكان. فهنا كما كتشوفوا معايا البنات خديت هنايا 3 ديال الورقات ديال الورقه ديال البسطيله. بالنسبه لهاد الورقه البنات جبتها يعني غير من المجمد، كانت عندي يعني من رمضان صراحه، وكتبقى زوينه بزاف. يعني ننصحكم اخواتي تحتفظوا بها هكا، راه كتبقى مزيانه. فبالنسبه لي انا راه يعني كتكون عندي هكا شي كوموند ديال شي بسطيلات، ولا كنبغي نزين هكا شي بريوات ولا شي حاجه، يعني كيكون داكشي قليل يعني عاد غادي تمشي وغادي تكوموندي. فنصحكم البنات يعني تخليوها هكا في الكونجيلاتور، راه ما كيطرى لها حتى شي حاجه، غير مباشره ماشي غادي تخليوها حتى غادي تنشف او لا وغادي تقولوا يعني كتجبدوها وتقولوا ضايعه. فمباشره تحطها ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. فهنا كما كتشوفوا معايا، شوفوا معايا البنات الطريقه كيفاش كنخدم انايا هاد المحنشات هادو. ما كنديرهمش طوالين البنات، فقط كنقطعهم هكا، يعني ما كنوصلش بالحد ديال التقطاع، وانما يعني كنقطع هكا بهاد الطريقه هادي، يعني كنقطع وما كنوصلش للاخر. كنخلي واحد شويه فاش كطيب يعني راه كتحل بوحديتها، وكنحاول نخليهم هكا متلاصقين مع بعضياتهم باش ما كيتحلوش ليا في الطياب. فبالنسبه كيف قلت لكم راني فايت لي شاركت معكم الطريقه عفوا مفصله عندي في القناه. فهنا كما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما ساليت، شوفوا معايا شكيلات اللي شاركت معكم اليوم. بالنسبه لها الطلبيه هذه فخدمتها في نهار فقط لا غد ليه عاد يعني طيبت الكعبه، لان راكم عارفين يعني الكعبه ما كطيبش يعني في نهارها.
ضروري ما تبات او لا تنشف لكم مزيان على الاقل هي وهاد الحلوى هادي، وعاد طيبوها باش ما كتنفخش لكم في الفران، وكذلك يبقى الشكل ديالها هو. فهنايا كما كتشوفوا معايا اول حاجه اللي طيبتها في الليل، خديت هنايا هاد المحينشات طيبتهم، درت عليهم العسل باش كيشربوا ليا، كذلك وجدت هنايا اللوز ايفيلي باش غادي نزين هاد المحينشات هادو نديرهم في الكويغطات، كذلك هاد الشكل هذا من بعد ما طاب درت دهنته بالناباج ورديته مره اخرى تشمع عليا ودرته في الكويغطات. وعاد دابا غادي ندوز معكم البنات لهاد الكعبه هادي. شوفوا معايا هنايا البنات من بعد ما باتت تقبتها هكا 3 ديال التقيبات حتى كتخرج يعني من الظهر الاخر، وكذلك 3 ديال التقيبات من الاسفل. وحاجه مهمه البنات باش غنشاركها معكم هاد المره هادي، هو يعني شنو باش كندهن الكعبه ديالي وكتجي البنات صدقوني وجربوها وردوا عليا البنات في التعاليق، يعني واحد الكعبه اللي غادي تفتخروا وغادي تجيكم يعني زوينه في المنظر ديالها، والشكل ديالها كيجي رائع. هو هاد الطريقه البنات بيضه كامله وجوج معالق ديال زيت المائده. يعني بزاف الاخوات يعني كندخل عندهم وكنلقاهم يعني عندهم مشكل يعني في اللمعه في هذا، ولكن البنات نصحكم حتى هاد الشيته هادي اللي كتشوفوا معايا ما تدهنوش بديك الشيته ديال السيليكون او لا، هذه كتهز لكم واحد الكميه كثيره ديال البيض. فنصحكم هاد الشيته هادي فقط غير ب3 ديال الدراهم من عند دروغري. مناش كناخذها كناخذها البنات كندير غير واحد شويه، يعني داك هاد الشيته هادي كناخذ غير شويه، وكان نحيد داك الفائض بزاف باش ما كيهبطليش داك البيض لتحت، باش ما كيعطينيش واحد الشكل اللي هو ما زوينش في الكعبه ديالي. فكنتمنى ان شاء الله الشرح ديالي يكون مفهوم وواضح. فهادو هما الشكيلات البنات اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى فعلا ينالوا الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل. وكما كتشوفوا معايا شوفوا معايا البنات اللمعه ديال الكعبه، نتمنى انها تكون يعني واضحه ومفهومه. وهذا يعني هاد السليله هادي، وكذلك بالنسبه للفقاصه البنات حتى هو ان شاء الله غنشاركو معكم بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. يعني نقصت فيه شي يعني شي حاجه وزدت عليه شي حاجه، مهم ان شاء الله غنشاركو معكم اي حاجه كنزيدها او كنقصها فكنشاركها معكم، او اي سر ضفتو فكنشاركو معكم. ما كنبخل عليكم حتى بشي حاجه. كنتمنى فعلا انكم غير تشجعوني بلي لايك والدعوات ديالكم الزوينه، وكذلك البارطاج باش نستافدوا اكثر واكثر. فكما كتشوفوا معايا البنات هادوما لي بلاطو ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو شكيلات اللي هما متنوعين وزوينين يعني هماويين. شي حاجه صراحه اللي ديال تحماره الوجه كيف ما كنقولوا، شي حاجه اللي راقيه. كنتمنى فعلا انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، تقولوا لي الراي ديالكم، ونتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم دائما. فبالنسبه للثمن ديال البيع بشحال يعني كنخرج يعني هاد لي بلاطو بحال هكايا، يعني راكم عارفين الخدمه الفينيسيون يعني اشكال متنوعه كذلك، يعني كل حاجه يعني يعني كتاخذ لك واحد الوقت ماشي شكيل ماشي جوج. فكاينه الخدمه كاينه يعني شي حاجه اللي متقونه ضروري هكا الثمن يكون هكا ما يكونش هكا، يعني كيف كنقولوا لا دار لا ضرار. بالنسبه لي انا كنخرجوا 180 درهم البلاطو، بامكانكم تخرجوا حتى 200 درهم البلاطو، كيبقى لكم على حسب الكليان وعلى حسب كل مدينه. يعني فبالنسبه لي انا يعني هاد الثمن هذا ثمن جد مناسب. كنتمنى فعلا ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو هذا. وهنايا ما بقى لي الا نودعكم في امان الله وحفظه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.